المغرب يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية. لا نقول أنه هو المثال، لكن أنا أعتقد وأقدر أتنبأ وأتوقع المغرب أنه سيكون نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا. اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في إفريقيا، وأقوى قوة اقتصادية عربية في إفريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة.